أحلى وأطعم وأخف كوسة بالبشاميل بفكرة جديدة جدا ممكن تدوقوها. لو أول ما تشوفوني أنا دكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. عندي كمية من الكوسة قورتها تقوير خفيف، هحشيها بعصاج كويس قوي وأرصها في حلة لحد ما أخلص المقدار كله. هبدأ أعمل الصلصة اللي أنا هسوي فيها الكوسة. هحط معلقة سمنة وانزل عليها بنص معلقة صغيرة حبهان مطحون وفلفل أسود، وأقلبهم حلو جدا لحد ما ريحة البهارات تطلع. هنزل عليهم بطماطم أنا ضربها في الكبة، وأقلبهم حلو جدا، وأزودها شوية مية بسيط، وأنزل عليها بالملح بتاعي، وأسيبها لما تغلي تماما. أنزل بيها على الحلة اللي فيها الكوسة المحشية، وارفع الكوسة على النار لحد ما تستوي تقريبا 90%. هبدأ أعمل البشاميل بتاعي. هنزل بمعلقتين زيت عليهم معلقتين سمنة، وانزل عليهم ب3 معالق دقيق، وأقلبهم حلو جدا عشان الدقيق بتاعي يستوي في السمنة. بعدين هنزل عليهم بكوباية واحدة من اللبن أو الحليب، وأقلبهم حلو قوي، وأنزل بالصلصة اللي أنا سويت فيها الكوسة، لأن أنا عايزة البشاميل بتاعي يكون لونه على أحمر أو بامبي شوية، وده بيكون قوامه. هنزل بالملح وفلفل بتوعي وأقلبهم حلو جدا، وأسيب البشاميل بتاعي يبرد تماما. ولما يبرد هضيف له نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر اللي بتخلي البشاميل جوسي جدا وكأننا حاطين فيه ميكس من الجبن، وهقلبه كويس جدا. وهبدأ أشكل صينية الكوسة والبشاميل بتاعتي. هجيب القالب بتاعي أنزل فيه بمغرفتين من البشاميل اللي أنا عاملاه، أسويهم كويس جدا، وأبدأ أرص الكوسة بتاعتي اللي أنا حشيها ومستوية تقريبا مستوية 90% أو أكتر، وأنزل ببقية البشاميل فوق الكوسة وأدخله فرن سبق تسخينه لحد ما وشها يحمر. ودي كانت صينية الكوسة والبشاميل بتاعتي بفكرة جديدة. أتمنى لو عجبتكم الوصفة تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات، وبالهنا.